أعوذ بالله. يا شيخ زوجي طلقني. زاهر في صالة الأعراس. كيف يعني تطلع فنان؟ شوتري بإذن الله. أنت متأكد؟ على الله يا بنينا مفسر أحلام، ما أناش محقق أحلام. أكل ومشبعش. ما تشبعش خالص. خالص مشبع. يوه مالك يا شيخ تفاعل؟ لا بس ذكرتنا إنه الوضع تصلح أها والبلاد تصلحه والمواد الغذائية سعرها نقص. دخل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أمس حلمت إن أنا أكل ومشبعش. ما تشبعش خالص. خالص مشبعش، واصل أكل. والعياذ بالله. طيب كم تأكل في الواقع؟ واصل أكل مشبعش. في الواقع وانت صاحي مش نوم. وأنا صاحي وأنا نوم، واصل أكل ومشبعش. هيديك هي. أسألك بالله والله. معك جهال؟ أيوة. عادك ما أكلتهمش. لا عدام. يا ابني انت كارثة، انت تفعل لنا أزمة فوق قدك تشوف الدنيا أزمة، زد تفعل لنا أزمة. يا ليته يظهر بك. ها ابصر كيف قدك تنقرض. اتق الله. لا إله إلا الله. أنت ما في لك إلا حل واحد. إيش هو؟ ركب لك عوامة. عوامة؟ إيش هي هذه العوامة؟ نفس حق الخزانة الماء المشروعة، عرفتهم؟ أيوة. تركب لك عوامة علشان تكون تفعل مكان محدد في المعدة، والعوامة هذه تسد حلقك ما تأكلش. طيب تمام. وزيد حل ثاني. إيش هو؟ الابتعاد عن الأطفال 10 متر. كيف؟ يعني انه تكون غرفة النوم حقك لحاله، وغرفة النوم حق الجهل والمرأة لحاله. ليش؟ علشان ما تقومش في يوم من الايام قاوع وتقوم تهوف اخضر ويابس. خلاص طيب تمام. المهم ما فيش الآن هنا ولا هنا يا حاجة ناكل ايه؟ روح كل البيت يا ابني، ما فيش معي حاجة انا وما. استنى يا شيخ. تمام سابع. انت كارثة انت. اللي بعده. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ حلمت امس حلم غريب عجيب، بالرغم ان انا ما اعرفش ارقص. ايش الغريبة؟ حلمت انك تشتغل رقاصة ولا شيء؟ لا يا شيخ. ها؟ حلمت ان انا داخل صالة عرس. ايوه. وبعدين كنت جنب الفنان مباشرة. ايوه. والفنان كان يقول لو جروح الناس والعالم بكله تجتمع. يوه مالك يا شيخ تفاعل؟ لا بس ذكرتنا الماضي الجميل. لا الله لا تخرجناش من النص. فين وصلنا؟ كنت يقول ايوه افعل بيدي كده. كنت تفعل بيدك كذا. ايوه. اذا مستقبلك زاهر في صالة الأعراس. كيف يعني تطلع فنان؟ شوتري بإذن الله. بس شوف، أهم حاجة بالشوتر أنك تكون تفعل وتفعل بيدك كذا. منك يا شيخ، كمان انك شيخ 7 نجوم. ايوه اهم شيء يفعل بيدي كذا. أهم حاجة هذه. شوف اهم حاجة. احنا نقول لي ما ابوش ما تعال بيع عرس قريب الاسبوع هذا. الصالة هذه اللي جنبنا. اخي صاحب خبرة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا حلمت حلم مالوش حل. علي قل لي مو هو. أقول لك صعب مالوش حل. قوانين رياضيات هو ولا ايش؟ لا مش قوانين رياضيات. طيب ما هو الحلم هذا اللي مالوش حل؟ أقول لك حلمت إنه الوضع تصلح والبلاد تصلحه والمواد الغذائية سعرها نقص والكهرباء ولعت والنفط هبط سعره. والشوارع سبلة، يعني خلاص ما فيش حفار ولا مطبات. أقول لك يا شيخ البلاد تصلحها كلها والناس اغتنوا. الو مالك مطنن يا شيخ؟ لا بس أعيش الحلم. طيب إيش تفسيره؟ إن شاء الله تصبر. أنت متأكد؟ على الله يا بنينا مفسر أحلام، ما أناش محقق أحلام. ما لا فسره. يا الله ذا شقني قوم اجزع. أعوذ بالله. يا شيخ زوجي طلقني. طلقك عظم الله أجرك. طلقك اسرحي بيته لك، ما جيتي لعندي قالوا لك إن أنا أبيع أزواج ولا شيء. لا يا شيخ أنا حلمت. إيش حلمتي؟ حلمت إنه منعني من خرجة السوق وأصير أزور صاحباتي. أيوة. وبعدين تصايحنا وطلقني، صرت زوج عليه ثانية. طيب ابتعدي كذا شوية. عذرا. قلت لي الزواج الثاني؟ أيوة. من حقه يتزوج 4. 4 في عندك، مالك خايف؟
طيب بعدي يا اختي الله يحفظيك، امانه من حقه يطلقك ويتزوج حتى عشر. تفسر الحلم ولا قلتي؟ طيب ناهي يا اختي، ربشتينا الله يحفظك ربشتينا. دحين قلتي طلقك ها؟ ايوه. طيب وانتي قري يعني ما ابد كان دخله خرجه النسوان، يعني الصالة مليان نسوان والشوارع مليان نسوان والاسواق مليان نسوان. عاد كان اشتبورين امانه ما بقول افتحين المجال للرجال يتزوجوا حتى من عاش. يعني عادي يتزوج عليا؟ مش للدرجه هذه يا اختي، استهدي بالله، بس يعني قد الوضع ضيق، لا عزيزين شي ضيقين قلوب ازواجكين. ما بقول لا سايرين الوضع، تسايرين مع ازواجكين عشان تستمر العلاقه والامور. وانت يا اختي حاولي انك تسبري امورك، تسبري وضعك مع زوجك، ترجعي الان لعند زوجك تحسني وضعك معه واعتبري الحل منسي ان شاء الله تستمر العلاقه. محل زوجي بعدين لما يجي من العمل. بس انا مش مزوج. مش مزواج؟ اذا راعي لما يجي اللي يصرف سلال ودباب زيت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.